السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الحقيقة إن الموضوع بتاع الحلقة ده مهم جدا جدا، ومن الحاجات اللي أنا بتمنى في يوم من الأيام إن أنا أشوفها في كل واحد عنده خبرة في المجال بتاعه، وعنده علم أو يعني عنده حصيلة علمية كويسة كده يقدر إن هو يفيد بيها الناس. في صفة من الصفات اللي دايما كنت بشوفها أو يعني بحس إن هي منتشرة في المجال بتاعنا. يمكن أنا ما شفتش يعني ما احتكتش بمجالات تانية، فما عنديش خلفية هل المجالات التانية بنفس القوة في النقطة دي ولا لأ. ولكن لو أنا هتكلم عن المجال بتاعنا، فمن ضمن الحاجات القوية جدا واللي بشوفها ناس كتير جدا بتعملها هي فكرة المساعدة. فكرة إن أنت بتحاول قدر الإمكان إن أنت تسهل على غيرك طريقه، وتجنبه المشاكل اللي أنت تعرضت ليها في المجال بتاعك وأنت ماشي يعني في رحلتك كده في الكارير بتاعك. أوقات كتير ده بيبقى ليش يعني جوانب سلبية ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقة تانية، ولكن الجوانب الإيجابية بتاعته إن أنت دايما بتحاول إن أنت تزيح شوية من على يعني تزيح شوية هموم كده من على الناس، من ناحية الطريق بتاعهم بقى، ان هم يقدروا يتعلموا بشكل كويس، او يقدروا ان هم الحاجات اللي كانت ممكن تاخد معاهم وقت تاخد وقت اقل، وهكذا. انا هحكي عن حاجات كده انا تعرضت لها في فترة الكلية، وبرضو كانت هي من ضمن الحاجات بصراحة اللي كونت شخصيتي بشكل كبير جدا. وإن كان برضو ممكن في حاجات هي برضو جاية بالطباع، ولكن كانت جزء ضخم جدا جدا برضو من التكوين بتاع شخصيتي بعد كده. وحاجة من الحاجات اللي أنا زي ما قلت أتمنى إن أنا أشوفها موجودة في كل الناس. وهي خلينا كده نبدأ مثلا برحلة الكلية كده. في البداية هتكلم عن موقف كده أو اتنين حصلوا معايا في الكلية. لما ابتديت دراسة أول مرة ودخلت يعني الكلية بقى، كنت لسه مش عارف أي حاجة ولا فاهم الدنيا ماشية إزاي. كان في شخص أكبر مني تقريبا، لو أنا متذكر بسنتين أو ثلاثة، اسمه عمرو درويد. عمرو درويد ده كان ما شاء الله من الناس الشاطرة جدا، وكان كويس جدا، وكان قوي في البروبلم سولفينج، وكان في البروجرامينج يعني ما شاء الله عليه، شخص شاطر جدا. عمرو درويد ده كان من اكتر الناس اللي انا شفتها ساعتها في فترة الكلية. كان بيحاول ان هو يعمل زي كامبس للناس اللي لسه داخلة الكلية جديد، ويأسسهم ويعلمهم برمجة كويس، ويعلمهم أساس البرمجة كده بطريقة لطيفة كده. آه، أنا يعني الحمد لله من الناس اللي حصل لها الشرف وتعاملت مع عمرو وعرفته، يعني كنت أعرفه معرفة شخصية. والشغل اللي أنا كنت شغاله بارت تايم وانا في الكليه، كان هو اصلا شغال في نفس الشركه دي. فحصل ما بيني وما بين عمرو تعامل كتير جدا، وهو حقيقي من الشخصيات المؤثره جدا 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 في الكليه. وكان عمل حاجات يعني لطيفه جدا للطلبه. ويمكن ناس كتير جدا انا واثق ان هي تفتكر اسم عمرو درويد ده من دفعتي، ومن الدفعات، ممكن دفعه كمان اصغر مني، وكمان الدفعات اللي اكبر مني، بما ان هو كان فرق ما بيني وما بينه تقريبا دفعتين او ثلاثة، حاجة زي كده. كان هو في سنة تالتة وانا في سنة اولى، او هو كان في رابعة وانا في سنة اولى، حاجة زي كده. فعمرو درويد بالرغم من ان هو كان طالب، الا وانه كان من فعلا الناس اللي زي ما قلت مجتهدة جدا، وكانت دايما بتهتم بنقطة ان هي تساعد غيرها، وبتحاول قدر الامكان ان هي تجنبهم المشاكل اللي بيتعرضوا ليها واللي بتحصل في كتير قوي في المجال. وناس كتير بتقع فيها في اول فتره في الكليه، لان بالذات اول فتره في الكليه بيبقى تجربه غريبه جدا على الطالب بقى. هو خارج من ثانويه عامه وداخل في فتره الكليه، بيسمع كلام مختلف من كل الناس، وبيبقى مشتت جدا، فممكن يوقع نفسه في غلطات كبيره جدا تضيع سنين من عمره وتوقعه في الكليه. وللاسف بيستوعب الكلام ده متاخر. الحاجات دي لما حصلت معايا، ولقيت ان دايما يعني لقيت لما الكلام ده كله بدأ يحصل معايا في فترة الكلية، ولقيت ناس من هنا بتساعد وناس من هنا بتساعد والطلبة كده تحس ان هم دايما ايه بياخدوا بايديك كده وبيفهموك الدنيا ماشية ازاي. انا بالتبعية لقيت نفسي ان انا بقيت بعمل ده
في فترة من الفترات في حياتي. يعني في فترة سنة تالتة كان حصل ساعتها ان احنا عملنا كامب اسمه Think and Code. والكامب ده كنت انا عامله يعني انا ومجموعة طلبة برضو، كان منهم ناس من سنة اولى وناس من سنة تانية، وانا ساعتها كنت في سنة تالتة. واتذكر برضو ان كان في حد معانا من سنة رابعة او كذا حد من سنة رابعة مع 2 معيدين في الكلية. و... والاتنين المعيدين دول ما شاء الله من اشطر الناس، ومن من احسن برضو الناس اللي اتعاملت معاهم، من اكتر الناس اللي هي برضو بتحب تساعد الطلبة. واحد كان اسمه محمد سمير، والتاني محمود محسن. عملنا الكامب ده وبدأنا ان احنا نساعد الطلبة ان هم يفهموا يعني ايه بروبلم سولفينج، ازاي فعلا يتعاملوا بالبروبلم سولفينج في الكود وتطبيقات الكود، ازاي يفصلوا ما بين فكرة ان انا اكتب الكود بشكل معين وعشان خاطر بس انجز واعمل حاجة البرفورمانس بتاعها سريع، او ان انا اكتب حاجة كلين غيري يفهمها. ساعتها كنا احنا بنحاول نفل كده الجاب بتاعت ان الطلبه لما بتكتب كود بروبلم سولفنج هو الكود ما بيبقاش مفهوم. لا، انت محتاج تبقى قوي بروبلم سولفنج، وماشي ممكن تكتب كود مش مفهوم لو انت مثلا بتعمل اي نوع من انواع الاكتيفيتيز في الكومبيتيتيف بروجرامنج، في كونتست، في اي حاجه، وما بين ان انت تكتب كود غيرك يكون فاهمه حتى لو انت بتكتبه مثلا ببرفورمانس كويس والميموري في نفس الوقت برضو كويسه وهكذا، وبتحاول تعمل نوع من انواع الاوبتمايزيشن. فهو كان ده هدف الكامب ده، ان هو يفهم الناس ان البروبلم سولفنج ده ترم عام، مش شرط ان هو يكون في الكومبيتيتيف بروجرامنج بس. وممكن انت تكمل في حاجه زي كده، او ممكن ان انت تاخد البروبلم سولفنج از سكيل وتكمل فيها، وفي نفس الوقت تحافظ على الريدابيليتي بتاعت الكود بتاعك. فكان مهم جدا ان احنا نفهم الناس النقطه دي، وساعتها عملنا القصه دي. وبرضو بدأنا ان احنا نشتغل على الطلبه بتاعت سنه اولى وسنه تانية. وحصل ان اللي كان بيحصل معانا واحنا في سنة اولى واحنا طلبة بدأ ان احنا نعمله واحنا في سنة تالتة، وبدأ ان احنا ننفذه واحنا كمان في سنة رابعة. يعني في سنة رابعة برضو كان في اكتيفيتيز تانية مختلفة. ده طبعا الكلام ده كله غير كمان قصة الستودنت اكتيفيتيز اللي ممكن يبقى فيه حلقات مختلفة. ولكن انا بتكلم حتى على مجرد الأنشطة البسيطة اللي انت ممكن تعملها بسبب مساعدات بسيطة ممكن تكون اتقدمت لك في لحظة من اللحظات، فانت بتحاول ان انت برضو تقدم للناس حاجة زي اللي حصلت معاك دي. من ضمن برضو الحاجات اللطيفة ان احنا كان عندنا دكتور في الكلية في سنة تالتة اسمه دكتور عمرو كامل. دكتور عمرو كامل ده ربنا توفاه، ربنا يرحمه، من أكتر الناس المؤثرة جدا 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 بالنسبة لي في الكلية. دكتور عمرو كامل كان عامل حاجة لطيفة جدا، وكان هو بيدينا سوفت وير انجينيرنج. كان معلمنا سوفت وير انجينيرنج كويس، بيخش المحاضرات عادي وبيشرح سوفت وير انجينيرنج وبيشرح الكونسبتس كامله، كلاس دايجرامز، اليو ام ال، اي بقى كل الحاجات اللي ليها علاقه بالاوبجكت اورينتد ديزاين، وكل كل القصص اللي ليها علاقه بالسوفت وير انجينيرنج بقى، والفانكشنال ريكويرمنتس والنون فانكشنال ريكويرمنتس او الكواليتي اتريبيوتس، كل الكلام اللي هو ليه علاقه بالسوفت وير انجينيرنج ده. كان بيشرح الكلام ده عادي، وكنا بنخش السكشنز عادي برضو، بنكمل عليها وبنطبق وكل حاجة زي الفل. بس من ضمن الحاجات اللطيفة اللي هو عملها ان هو دخل لنا مشروع خلانا ان احنا نشتغل على حاجة فعلية قريبة للاندستري، بحيث ان احنا نكون بنطبق اللي احنا اتعلمناه فما يضيعش مننا وما ننساهوش. خلانا مثلا نذاكر سبرينج بوت از فريم ورك مثلا، نقدر ان احنا نشتغل بيه. وبعد ما نذاكر سبرينج بوت نبدأ نعمل بقى الدومين او البيزنس دومين او البيزنس كلاس دايجرام، يعني الدايجرام اللي هو بيبقى فيه او البيزنس اوبجكتس المبدئيه. وبعد كده نحوله لديزاين كلاس دايجرام، ونبدا نماب الكلام ده للكود. ونبدا بعد ما نعمل الكود بقى احنا بنتعلم تكنولوجي، وفي نفس الوقت بنطبق الكونسبتس بتاعت السوفت وير انجينيرنج. وكان شق منها دخل فيه حبة حاجات ليها علاقة باليونت تيستنج، وحبة بقى كونسبتس كده بدأت تتعامل معاها شوية كانت غريبة عليك. وساعتها احنا كنا في سنة تالتة، ففكرة ان الحاجات دي كده نبدأ نستوعبها بدري واحنا شغالين جوه مادة مثلا زي السوفت وير انجينيرنج، كانت حاجة من التجارب اللطيفة. بجانب ان احنا ساعتها برضو دخلنا
اجايل واشتغلنا سكرام وبدأنا نقسم الدنيا ونكسر الدنيا يوزر ستوريز. فالموضوع كان لطيف جدا، والمعيدين طبعا كانوا ساعتها برضو سبورتيف جدا. يعني المادة دي كده حصل فيها حالة من الايه، ان الدنيا كانت حلوة جدا. يعني حاجة من الحاجات اللي نسبة حدوثها مش ضخمة وكانت كويسة جدا، واحنا من حظنا ان احنا لحقناها بالشكل ده. فدكتور عمرو كامل كان من الناس اللي حقيقي حقيقي جدا كانت مساعدة في الفترة بتاعت الكلية. وكان أي حد حتى بيبقى محتاجه في حاجة بعد الكلية، عايز استشيره في أي حاجة في أي وقت. وكنت أنا مثلا في مرة نزلت في وقت أجازة كده، كنت بعدي بالكلية بخلص ورق، وفي نفس الوقت كنت متفق مع الدكتور أسأله على حاجات واستشيره في حاجات، زي حاجات ليها علاقة مثلا ساعتها في وقتها كنت عايز افهم منه حاجات ليها علاقه بالمذاكره. وانا كنت ساعتها طالع سنه رابعه افتكر، وعايز بقى اذاكر حاجات ليها علاقه بالديزاين باترنز وحبه حاجات كده عايز اقوي نفسي فيها فكانت من الحاجات اللي كانت من التجارب اللطيفه والحاجات اللي انا فاكرها لدكتور عمرو، لان هي فعلا كانت من الحاجات المؤثره جدا. وسبحان الله الواحد دلوقتي كان اول مره يعرف سبرينج بوت اصلا وقت الكليه مع دكتور عمرو في سنه ثالثه. ودلوقتي اصلا انا شغال بسبرينج بوت، يعني انا شغال جافا معظم يعني الاستاك الرئيسي بتاعي شغال بجافا وسبرينج بوت. طبعا اشتغلت بحاجات تانية، يعني اشتغلت بحاجات تانية وتولز تانية، ولكن ده يعتبر الاستاك الاساسي بتاعي اللي انا شغال بيه. فالكلام ده لما حصل طبعا ده خلاني احب السوفت وير انجينيرنج جدا، واحب السوفت وير اركتكتشر كونسبتس. وفي كونسبتس كده بسبب المادتين بتوع السوفت وير انجينيرنج اللي هم كانوا سوفت وير انجينيرنج 1 و 2، بدأت ابص للحاجات دي بنظرة حلوة جدا. ان هو انا حبيت المواد دي وحبيت اللي احنا عملناه، والرابطة اللي حصلت ما بين القصة دي كده وما بين الاندستري والتجربة دي خلت عندنا كده ايه رغبة يعني في ايه لا انا حابب اشتغل في الحاجات دي، حابب اعمل الكلام ده، حابب ان انا اشوف نفسي في يوم من الايام مثلا قادر بقى ان انا اديزاين سيستم بالكامل واقسمه كواليتي اتريبيوتس واقسمه فانكشنال ريكويرمنتس واقول البوتل نيكس اللي في السيستم. بدات كده احس ايه احساس ايه ده اللي هو عارف انت اللي هو الاركتكت الصغير في الفتره دي. لما بدأت اخد الخبرات دي وطبعا زاد حبي للكلام ده، بدأت بعد كده طبعا في شغلي ان انا ابقى مهتم بالكلام ده واقرا عنه واقرا في تفاصيله وافهم الاركتكتشر، يعني ايه اركتكتشر، يعني ايه سيستم ديزاين، يعني ايه كل الكلام ده كله. ومؤخرا ودي من الحاجات اللي ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها، ممكن ساعتها وقت ما اعلنت عن الموضوع، ان انا بدأت ان انا اعمل زي كامب صغير كده او حاجة تطوعية، ان انا احاول ان انا اشوف طلبة من سنة رابعة في الكلية وطلبة من سنة تالتة، وإن أنا أبدأ أدربهم على حاجات بقى ليها علاقة بسوق العمل، بحيث إن هم في وسط ما هم يعني شغالين مع الكلية، في نفس الوقت بيجهزوا نفسهم بالتدريج لسوق العمل. وبالمناسبة الكامب ده هو حاليا لحد دلوقتي شغال، يعني أنا معايا 6 طلبة ما شاء الله هم شاطرين جدا ومن الطلبة اللي بيجتهدوا بالتوازي. يعني دي حاجة تطوعية بالتوازي، هما بيشتغلوا معايا، بنتقابل كل أسبوع، بطلب منهم تاسكات من أسبوع لأسبوع وبيشتغلوا على حاجات عشان لما يخرجوا لسوق العمل ما يحسوش بالجاب الكبيرة، وفي نفس الوقت يبقى عندهم العلم بتاع الترمز اللي هي موجودة في سوق العمل أو عارفينها أو جربوها بنفسهم. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا بنتدرب عليها اتكلمنا في برنسبلز مثلا الكلين كود، مثلا اتكلمنا في برنسبلز زي السوليد برنسبلز، اتكلمنا في حاجات زي الدراي برنسبل وجربنا حبة حاجات بايدينا. كونسبتس مثلا حاجات زي الاجايل، وايه الاجايل ويعني ايه اجايل ويعني ايه سكرام وايه علاقة السكرام بالاجايل وايه الكانبان وايه السكرام بان، ايه المصطلحات دي، فكره التفاصيل دي. طب ايه الدوكر، ايه الجيت هاب ورك فلوز، طب الورك فلوز بتشتغل ازاي مع الكود، طب ازاي تدوكرايز الابلكيشن بتاعك، ايه الدوكر كومبوز، كل الكلام ده بدأنا نخش في تفاصيل برضه زي اليونت تيستنج والكلام ده. كل الحاجات دي كلها قعدنا، يعني احنا بقالنا كذا شهر ولسه مكملين في الموضوع ده كله. قعدنا بنحاول ان احنا ايه اتفاعل انا مع الطلبه في النقطه دي كده، كل اسبوع نقعد
آه، يعني اديهم توبكس، اديهم تاسكات، اديهم حاجات يذاكروها، يجوا لي تيستات صغيره ما بيني وما بينهم، مثلا نعمل تيستس كده نشوف النولج بتاعتهم عامله ازاي، يسالوني وهكذا. فحبي للسكه دي والسوفت وير انجينيرنج ترتب عليه ان انا برضو بقيت حاسس ان انا اللي اتقدم لي في يوم من الايام، او اللي اتقدم لي في لحظه من اللحظات، حتى لو ممكن ما تكونش في علاقه مباشره ما بين ده وده، ولكن ده برضو بتبقى بتكون شخصيتك وبتخليك بالتبعية عايز برضو تقدم ده للناس. يعني زي ما انت كده في لحظة من اللحظات حد قدم لك حاجة وقال لك انت تقدر تعمل ده، وفي نفس الوقت ده هيأهلك لسوق العمل كويس وفعلا استفدت بيه، انت برضو عايز تساعد غيرك في ان انت تعمل ده. طيب، انا بتكلم عن الكلام ده ليه؟ بتكلم عن الكلام ده عشان خاطر اقول لك حاول بقدر الإمكان زي ما حد بيساعدك وزي ما أنت بتستفيد من غيرك، تخلي عندك النية إن أنت تحاول تفيد غيرك قدر الإمكان. الكلام ده أنا عارف إن بنسبة كبيرة الناس بتبقى عارفاه، بس أوقات كتير ببقى يعني الحاجات دي دايما بيبقى الواحد بيحب يفكر بيها الناس، أو بيحب يتكلم فيها بشكل explicit بأحداث حصلت، عشان يبقى واضح مدى تأثير الحاجات دي. بالمناسبة انت ودي معلومة كتير الناس هتعرفها حتى في وسط الكلية، لما انت بتيجي تذاكر لحد حاجة انت نفسك بتستفيد كتير جدا. يعني لما تيجي تشرح لحد حاجة وانت عارفها بتستفيد كتير، واوقات كتير بيطلع من الناس اسئلة حلوة جدا بتفيدك. يعني انا مثلا الطلبة اللي انا بدربهم وانا شغال معاهم وبعمل حاجة زي كده، اوقات كتير بتطلع منهم اسئلة لطيفة جدا، انا بفرح ان هم بيسألوها، وفي نفس الوقت احنا بنستفيد مع بعض. وهم يعني ما شاء الله هم كده كده مدركين فكر يعني ايه منتور. هم مش بيتعاملوا، احنا مش بنتعامل مع بعض as a teacher وستودنت، لا احنا يعني هو الفكرة كلها انت عارف ان انا منتور وبوجهك، فانت برضو بتتعب في المعلومة، وفي نفس الوقت انا بقول لك روح اعمل واحد اتنين تلاتة، ولو في حاجة احنا مش عارفينها لا احنا بندور مع بعض وبنحاول ان احنا نفهم الدنيا ماشية ازاي، لان مفيش حد في الدنيا يعرف كل حاجة، ومفيش حد في الدنيا حافظ كل حاجة. فطبيعي في اسئلة ممكن يعني حاجة مثلا في الدوكر انا جت في دماغي مش متأكد هي بتتعمل ازاي، بنبدأ نتناقش فيها وهكذا. فبتبدأ حتى انت نفسك بتستفيد بالرغم من الخبرة اللي عندك في الحاجة دي، وبالرغم ان انت قاطع فيها شوط كبير، ولكن برضو بتستفيد. فدايما خلي المساعدة حاجة أساسية في حياتك. خليك زي ما انت بتستفيد من غيرك، وزي ما الناس ما شاء الله المساعدات بتاعتها كبيرة جدا والكونتريبيوشنز بتاعتها كبيرة جدا في المجال، حاول برضو ان انت تاخد الكلام ده وتفيد بيه غيرك. لان احنا بجد بجد السوق بتاعنا في امس الحاجة لناس شاطرة، وفي امس الحاجة لناس يعني ان هم يحاولوا يعلموا غيرهم، يعني يعلموا غيرهم وينقلوا لهم الشطارة دي، او يعلموهم ويحاولوا ان هم يقطعوا عليهم شوط كبير ممكن ان هم ياخدوه. فده كلامي ليك لو انت لسه طالب، ان انت او لسه مثلا حتى في بداية الكارير بتاعك، حاول ان انت تكون الشخص ده اللي ناوي ان هو فعلا يفيد غيره، وناوي ان هو يعمل تأثير، لان احنا فعلا فعلا السوق بتاعنا محتاج النقطة دي. ولو انت سينيور، او لو انت تيم ليد، او لو انت في يعني عندك ما شاء الله حصيلة علمية كويسة، وعندك خبرة كويسة، وعندك نولج كويسة، انصحك ان انت فعلا ممكن، انا لما بتكلم عن التدريب اللي انا عملته ده، لان انا فعلا بتمنى ان انا اشوف التجربه دي بتحصل مع ناس كتير. اتمنى اشوف كل السينيورز وكل التيم ليدز فعلا بيحاولوا ان هم لو عندهم وقت فراغ يقدروا ان هم يشوفوا طالب او طالبين او ثلاثه على قدر استطاعتهم، وان هم يحاولوا يدربوهم ويساعدوهم في ان هم يعني يبقى عندهم نوليدج في المجال، او عندهم خبره. بالمناسبه انا كمان كانت من ضمن الكرايتيريا اللي بتخليني اختار الناس، كنت بشوف الناس مثلا اللي هي اوريدي خدت تجربه الشغل والانترنشيبس والكلام ده كله وعارفه الترمز دي، انا كنت بختار الناس اللي ما عندهاش الكلام ده، بحس ان الناس دي برضو يبقى يعني اللي ما خدوش الفرصه دي ياخدوا البديل بتاعها، ان حد من السوق فعلا يدربهم. وان كان التدريب ده مش في شركه مباشر، بس انت بتتدرب مع حد هو اوريدي عنده 4 5 سنين مثلا في سوق العمل. فدي حاجة برضو هتغطي لك الترمز، وهتديك التخيل لإيه اللي بيحصل في الانفايرمنت بتاعت سوق العمل، او اللي بيحصل بره. فختاما خليك متأكد تماما تماما ان زي ما بتساعد غيرك ده هيرجع لك بشكل كبير جدا. وحتى
لو ما رجعلكش بشكل كبير، فتأكد ان انت فعلا باللي انت بتعمله ده، فانت بتعمل فعلا تأثير ضخم ضخم في الاندستري بتاعتك. زي ما قلت لك الأمثلة اللي انا، عمرو اللي دربني في اول الكارير بتاعي، و و واول الدراسة بتاعتي، وبعد كده دكتور عمرو كامل اللي دربني على السوفت وير انجينيرنج، واللي ترتب عليهم بالتبعية ان انا بقيت حابب ان انا اعمل حاجه زي كده، واوريدي جربت عملت اكتيفيتيز زي كده. فانت مش متخيل التاثير اللي انت هتعمله ده هيوصل لفين، وهيبقى اجره قد ايه، وهيبقى فعليا بيساعد ناس قد ايه. لان ممكن الطلبه اللي انا دربتهم او الناس اللي انا ساعدتهم في لحظه من اللحظات هم كمان هيفكروا بنفس الطريقه، وفي منهم الناس هتفكر بنفس الطريقه وهتحاول ان هي تعمل حاجه وتقدم بيها حاجه لناس تانية. فساعد غيرك، وخلي عندك النية ان انت دايما تقدم المساعدة لغيرك زي ما في يوم اتقدمت لك لو انت طالب. وفي نفس الوقت لو انت حد بقالك خبرة كبيرة جدا في السوق، فحاول ان انت تساعد غيرك لو انت في الشغل طبعا، كان انت بتمنتور الناس دي. لو انت تيم ليد او سينيور وتحتيك جونيورز، قدم لهم المساعدة قدر الامكان، لان احنا في امس الحاجة ان الناس دي تتطور وتبقى كويسة جدا. ولو عندك المساحة ان انت تساعد الطلبة بره بأي نوع من انواع الاكتيفيتيز، فدي حاجة هتبقى كويسة جدا، وهتشيل من عليهم حمل كبير جدا، او الخوف اللي هو بيبقى ما قبل سوق العمل، او يعني اللي هو ايه، يطمنهم شوية ان هم عندهم خلفية في سوق العمل. بس كده. السلام عليكم.